الخوف من الأوضة 207 مش بيظهر لك في شكل مسخ بشع ملامح يخوفك بالطريقة التقليدية للرعب، إنما الأوضة بتمثل فكرة المراية اللي بنقف قدامها، بتحطك قدام أسوأ صورة من نفسك وأفعالك، اللحظات اللي أذيت فيها غيرك واللي أذيت فيها نفسك، وده مرعب أكتر من أي حاجة تانية. بتبدأ الحلقة التانية من مسلسل الغرفة 207 بمصطفى وعبير اللي لاحظوا في إيد جمال جرح شكله غريب، فسألوه من إيه، فتوتر وقال لهم إنها حادثة قديمة وسابهم وخرج. ولما خرج افتكر سبب الجرح ده ان هو صغير وقع من الشباك، ومامته كانت قلقانه عليه قوي واخدوه المستشفى، والدكتور قال لهم ان هو اتكتب له عمر جديد بعد الوقعه اللي وقعها، بس دراعه اتكسر كسر مضاعف، ومامته كانت مفكراه وقع لانه بيقعد على الشباك يقرا لحد لما بيروح في النوم. بس جمال وبابا بصوا لبعض بصه مش مفهومه، هنعرف سببها في اخر الفيديو. جمال لما افتكر الحادثه دي عيط كتير وكان متاثر قوي، فظهرت له الست اللي ظهرت له في اوضه 207 وقالت له يومها ايه اللي وجعك اكتر، دراعك المكسور ولا بصه ابوك، واختفت. وبالليل في نفس اليوم جالي الفندق نزل من غير حجز، وما كانش فيه اوض فاضيه غير اوضه 205 وطبعا 207 بعد ما الدكتوره انتحرت فيها. فجمال ادالهم مفتاح اوضه 205 وقال لهم ان التانية فيها مشاكل، بس اصروا ان هم يحجزوها لانهم اسره من اب وام وولد وبنت، والست معاها اختها ومش هينفع يقعدوا في نفس الاوضه. فجمال ما كانش عايز كده، بس اضطر ان هو يديهم مفتاحها. ومصطفى لما عرف ان اوضه 207 اتحجزت بلم هو كمان، واتفقوا ان الراجل والست وابنهم اللي هم رأفت وماجدة واكمل يقعدوا في اوضه 205، واخت ماجدة اللي هي فاطمه وبنتها ايمان يقعدوا في اوضه 207. اللي اول ما فاطمه دخلتها بصت في مرايه في دولاب فيها، وفي انعكاس المرايه بس كان في كوره زرقاء. الخواجه مايكل بقى عرف ان الاوضه 207 اتحجزت، وقال لجمال ان الاوضه دي بيحصل فيها حاجات وبيطلع عليها اشاعات، فقال له طب ما تقفلها. قال له ما اقدرش، لو قفلتها يبقى انا بقول ان الاشاعات دي حقيقيه، وساعتها كل الاوتيل هيتقفل، الاوضه 207 هتفضل مفتوحه واحنا ما نتكلمش كتير علشان نحافظ على سمعه الاوتيل. خدوا نفس علشان اللعبه هيبتدي. اكمل خرج من الاوضه ومعاه الكره بتاعته علشان يلعب، فلقى ولد تاني بيلعب بالكره الزرقاء اللي شفناها في اوضه 207 وقال له تلعب معايا، وفعلا لعبوا سوا. وبعدها نزل كلم جمال وقال له يشوف حل في العيال اللي بتلعب قدام الاوض. فجمال استغرب وقال له مفيش اطفال في الاوتيل غير طفل واحد بس يقصد اكمل، وطلع علشان يشوف ايه المشكله، ولقى اكمل فعلا بيلعب مع طفل تاني، واول ما سال الطفل ده هو مين جرى منه وبعدها اختفى. فجمال استغرب اكتر وقال لاكمل مين الولد ده، بس اكمل ما ردش عليه. بعدها نزل لعم مينا اللي قال له يروح يرتاح وهو يقف مكانه لانه ما نامش من امبارح، فشكر على ده وراح فعلا. رأفت بقى قال لأكمل يقول لخالته والأخته يجهزوا نفسهم علشان يخرجوا كلهم سوا، بس فاطمة قالت له ان هي مش عايزة تخرج، ورجع لباباه وقال له ان هو كمان مش عايز يخرج. ومامته وباباه واخته خرجوا وسابوه في أوضة 205 وخالته في 207. ودي اللوحة اللي كانت في البرواز بتاعها. البرواز ده كل شوية اللوحة اللي فيه بتتغير بالحاجات اللي هتحصل بعد كده. أكمل بعد ما أهله نزلوا نط من البلكونة بتاعة الأوضة بتاعته لبلكونة أوضة خالته، وبعدها نزل يعيط وقال لجمال ومينا ان هو خايف، فحاولوا يهدوه يعرفوا منه ايه اللي حصل. فقال لهم ان هو مرضوش يخرج مع بابا ومامته علشان يعمل مقلب في خالته ويخضها اللي هي كمان مرضتش تخرج، ونط من بلكونته للبلكونه بتاعتها، ولسه هيدخل لها لقى خالته قاعده في الارض ومولعه شمع كتير، وكانت مغمضه عينيها وبتقول كلام هو مش فاهمه وصوتها كان بيخوف. وبعد كده ظهر معاها وش في الاوضه، والوش ده بصله ومش فاكر ايه اللي حصل بعدها. فمينا هداه وقال له مفيش وش ظهر ولا حاجه، دي الستاره الهوا زقها وانت تهيألك انها وش بيتكلم مع خالتك وضحك عليك. طبعا ده كلام علشان يهدي الولد مش اكتر. وقال لجمال يطلعه لبابا، وفعلا جمال طلعه لرأفت اللي لما لقاه خايف قال لجمال انا كنت متاكد ان ده هيحصل، كله من القصص اللي خالته بتحكيها له عن الجن والعفاريت، كلام فارغ ما بيحللاش تحكي القصص دي الا قدام ولادي. فقال له مش جايز فعلا يكون شاف حاجه. قال له لا طبعا هو في حاجه اسمها كده من اصله، انا غلطان اني جبتها معايا السفريه دي، اختها شبطت فيها. فقال له هي بتقرا الكلام ده ليه؟ قال له مش شايف حالتها دي عدت 30 وما اتجوزتش، اكيد في جزء من عقلها فوت. وبعدها جمال نزل لمينا وقال له ان رأفت بيقول انه عيل صغير وبيحلم، بس انا وانت عارفين كويس قوي ان دي مش الحقيقه. وقال له انه لقى ولد تاني الصبح بيلعب مع اكمل، مع انهم عارفين كويس قوي ان الاوتيل ده ما فيهوش اطفال غير اكمل واخته وبس. وقال له ان الولد ده اول ما شافني جرى واختفى ومعرفش راح فين، بس انا وانت عارفين كويس قوي هو جه منين، من الاوضه 207. تاني يوم فاطمه كانت طريقتها جافه قوي مع ايمان، واللوحه اتغيرت وبقت بالشكل ده. في نفس الوقت جمال كان قاعد وافتكر وهو صغير، وبعد ما وقع من الشباك مامته قالت له ان هم اتخضوا عليه قوي وان بابا زعلان منه قوي من اللي حصل، وطلبت منه يروح يتاسف له. فراح له فعلا وتاسف له وقال له انا غلطان اني بقعد على الشباك. فبابا بص له بغضب وعامله بكل حديه وقال له غور من وشي. وماجدة والولاد راحوا له قطعوا تفكيره، وماجدة ادته المفتاح بتاع الأوضة علشان تتنضف. فقال لها هو الأستاذ رأفت فوق؟ قالت له لا هو سبقنا على الشط. ففضول جمال ساقه بعد اللي أكمل حكاه، وطلع هو الأوضة ونط من بلكونة أوضة 205 لأوضة 207 اللي قاعدة فيها فاطمة، واتفاجئ إنه شاف فاطمة مع رأفت.
رغم انه قال لماجدة مراته اللي هي اخت فاطمه ان هو هيسبقهم على الشط. فنزل وقال لعم مينا، فعم مينا قال له ماله ماشي. قال له انت ليه محسسني ان اللي بيحصل ده عادي؟ فقال له من كتر اللي شفته، احنا بنشتغل في اوتيل وكل واحد ليه قصته وحكايته وبلاوين، وانا شفت هنا اللي يخليني اعدي اي حاجه. وبعدين كده يبقى فهمنا اللي اكمل شافه وجا حكاه لنا. عيل صغير شاف ابوه مع خالته حاجه ما قدرش عقله يستحملها، راح مصور له حاجه تانية. ما انت طلعت وشفت بعينك. فجمال ما كانش مقتنع وقال له جايز اللي شفته من عمايل الاوضه، ممكن الاوضه تكون هي اللي خلت رأفت يخون مراته مع اختها. قال له ممكن يكون اللي بينهم بقاله زمان، انت هنا هتلاقي ناس كتير نضيفه من بره، لكن لما يتقفل عليهم باب الاوضه هتبان حقيقتهم، واحنا لا لينا نتدخل ولا لينا نحاسب. وسابه وخرج، وهو خارج شاف فاطمه وقالت له انت ازاي تسمح لنفسك انك تتجسس عليا؟ فتوتر وقال لها ما حصلش. قالت له زي ما انت شفتني انا شفتك، واديني جايه اقول لك علشان كلامي يبقى واضح، لو قلت اللي شفته لحد موتك هيكون على ايدي. اكمل خرج من اوضته ولقى الكره الزرقاء بتتحدف عليه، فخافوا. اول ما نزل علشان يجيبها باب الاوضه 207 اتفتح لوحده. في نفس الوقت جمال كان نايم وبيحلم ببابا لما كبر وراح له المستشفى، وقال له انا عايز اعرف ليه طول السنين اللي فاتت دي، وانا عايز اعرف انت ليه بتكرهني قوي كده، انا عملت لك ايه؟ قال له انت السبب في كل حاجه، انت السبب في كل اللي حصل وكل اللي هيحصل. وصحى من النوم على صوت ماجدة مامة أكمل وهي بتصرخ وخايفة لأن أكمل اختفى ومش لاقيينه. فطلعوا كلهم على الشط يدوروا عليه، بس جمال طلع أوضة 207 وهناك شايف اللوحة اللي بتتغير نفس اللي كان أكمل بيقوله. فاطمة قاعدة وحواليها شموع وبتتكلم مع وش، ونطت جنبه في اتجاه البلكونة نفس الكرة الزرقاء. فدخل البلكونة ولقى الولد الصغير اللي شافه بيلعب مع أكمل قبل كده ماسك الكرة الزرقاء ورايح ناحية مخزن جنب الفندق. فنزل وراح ورا المخزن، لقى أكمل واقع هناك وبعدها حد ضربه على دماغه. ماجدة بقى مامة أكمل وهي بتدور على أكمل على الشط لقت الشوز بتاعه، ففكرت إنه نزل البحر ونزلت تدور عليه. جمال لما فاق لقى نفسه مربوط، وفاطمة ورأفت هما اللي ضربوه، بس رأفت كان واقف متسمر. وفاطمة قالت لجمال كل الناس بتبقى عايزة تعرف الحقيقة، لكن محدش بيبقى عنده استعداد يدفع الثمن. هتعمل ايه؟ هتحكي لهم عن اللي شفته عندي في الأوضة؟ قلت لك مش هسيبك لو عملتها، واهو قدامك اهو، شوف اللي بيحاول بيحصل له ايه. قال لها انت اللي قتلتيه؟ قالت له الحقيقة وتمنها يا جمال، أكمل عرف الحقيقة كان لازم يدفع الثمن، بس مش أنا اللي قتلته. وبصت لرأفت وقالت له مش كده ولا ايه حبيبي؟ قال لها انت عملت ايه في الراجل؟ هو عامل كده ليه؟ قالت له لسه عايز تعرف الحقيقة؟ هحكي لك، بس خليك جاهز بعدها انك تدفع الثمن. الحقيقة ان طول عمري عايشة في الظل، بنتين اخوات، واحدة فيهم حلوة قوي وكل العيون عليها، والتانية لازم تتدرى في الظل. صحيح محدش بيختار شكله، لكن كلنا بنتحاسب عليه، وانا اتحاسبت كتير. طول عمري كنت عارفة ان الكل عايز ماجدة، انما انا كنت موجودة وخلاص. ولما العرسان ابتدوا يجوا كنت عارفة هما جايين لمين، ولما نقيت واحد واختارته الباقيين مشيوا من غير ما حد يختارني. بقى الماجدة بيت وعيلة وولد وبنت، وراجل خلاها عروسة، وانا جنبها اختها العانس. ما كانش قدامي غير الناس دول واستحمل واحاول انسى، لحد لما جيت هنا الاوتيل. الاوضه ادتني الحل، انا كنت عايزه رأفت والاوضه كانت عايزه حقها. فقال لها الاوضه هي السبب، انت اتضحك عليكي، جوز اختك عمره ما هيبقى ليكي. عارفه ليه؟ علشان انتوا الاتنين قتلتوا العيل اللي ملوش ذنب ده، وانتوا الاتنين هتترموا في السجن. قالت له ده لو حد غيرك عرف الحقيقه، وانت دلوقتي عليك الدور انك تدفع الثمن. ما كانش لازم ترجع الاوضه يا جمال، بس انت اللي اخترت. ورمت جاز وولعت في المكان، ومشيت هي ورأفت اللي اخد جثه الولد. والولد التاني اللي معاه الكره الزرقاء اللي هو جن اصلا ساب لجمال سلاح علشان يعرف يفك نفسه، وفعلا فك نفسه وخرج ورجع الاوتيل جري وقال لهم ان رأفت قتل الولد، انا شفته بعيني. فمصطفى سكته وقال له اكمل رجع، ابوه لقاه ورجع بيه. فطبعا جمال استغرب ده لانه شافه ميت في المخزن. وبعدها خدوه قالوا له ان ماجدة فكرته غرق، فنزلت البحر تدور عليه، ولما لقيناها كانت ميته. فقال لهم يعني ده اللي كانوا عايزينه من الاول، كانوا عايزين يخلصوا منها قبل ما تعرف. لكن اكمل ما كانش في البحر، اكمل كان في المخزن، ولما لقيته هناك ابوه ضربني على دماغي. اللي بره ده مش اكمل مات وخالته فاطمه هي السبب. فالخواجه قال له البوليس جاي يعمل محضر، عايز تقول الكلام ده قول، بس بعدها تلم شنطتك وتمشي. وبعدها البوليس فعلا وصل، وجمال ما قدرش يقول حاجه. وهو طالع شاف اكمل قاعد بره وفي ايده الكره الزرقاء اللي هي بتاعه الولد التاني اللي جاي من الاوضه. يعني اكمل فعلا مات، والولد اللي جاي من الاوضه متجسد في صوره اكمل مش اكتر. وفاطمه كانت قاعده مبسوطه لان الخطه بتاعتها نجحت، وخلصت من اختها واخدت جوزها وعيالها وحلت محلها. وتاني يوم وهما ماشيين الولد اللي متجسد في هيئة أكمل قال لجمال انت السبب يا جمال، انت السبب في كل اللي حصل وكل اللي هيحصل. نفس الجملة دي اللي بابا قالها له لما راح له المستشفى. بعدها قعدوا سوا، وعبير قالت دي تاني واحدة تاخدها الأوضة. فمينا قال لها الأوضة دي حسابها أكبر من كده بكتير ولسه. ومديحة قالت أنا اللي هيجنني زي الراجل ده كان عايز يموت ضناه. فجمال سرح وافتكر بابا لما قال له انت السبب في كل اللي حصل وكل اللي هيحصل، انت أكبر غلطة غلطتها في حياتي وزمان حاولت أصلحها. وبنكتشف هنا إن جمال ما كانش قاعد على الشباك يقرا وقع لما نام زي ما مامته كانت مفكرة، وإن بابا هو اللي رماه. بعدها بابا كمل وقال له لكنك ما متش، وانا فضلت عايش مش عارف اسامح نفسي، ولحد دلوقتي مش عارف انا ذنبي اني حاولت اموتك ولا اني ما حاولتش تاني. وجمال اتأثر وقام وسابهم. الخواجة مايكل بقى بص في صورة فيها راجل ومعاه طفلين، طفل منهم نفس الولد اللي ظهر لجمال بالكرة الزرقاء،
وفي أوضة 207 بنشوف الست اللي ظهرت لجمال وبعدها الراديو اشتغل لوحده واختفت. بس كده، ده كان آخر مشهد من الحلقة التانية من مسلسل الغرفة 207. ما تنسوش تعملوا لايك للفيديو ده وسبسكرايب للقناة علشان يوصل لكم إشعار أول ما ننزل الفيديو الجديد. سلام.